لو انا تخينه وهو كل شويه يقول لي خسي وانا مش قادر اعمل ايه، الموضوع ده هيبقى متوقف على نقطتين. اول حاجه اسلوبه، يعني بيقول لك كده ازاي؟ هل مثلا بيقول لك انت جميله بس لو وزنك نزل شويه هتبقى اجمل بكتير، ولا بيقول لك انت تخنتي وبقى شكلك زي الخرا ولازم تخسي؟ طبعا ده اسلوب مرفوض، لان احنا مش مجبرين ان احنا نبقى في احسن شكل طول الوقت. تاني حاجه بقى، انت استقبلتي الموضوع ده ازاي؟ حطيتي نفسك تحت ضغط وتحت رهبه كبيره جدا وقعدت تفكري يا ترى هو هيسيبني، يا ترى هو لسه بيحبني، وانا بقيت وحشه؟ عماله تلفي حوالين نفسك مش عارفه تعملي ايه، وهو قاعد حاطط رجل على رجل بيبص في ساعته ومستنيك تخسي. طبعا ده اسلوب غلط، لان هيعمل عليكي ضغط نفسي كبير جدا ومش هتعرفي تعملي اي حاجه. احسن حاجه ان انت تحاولي تخليه يشاركك في الموضوع ده بكل بساطه، تقول له انا عايز اعمل كده بس محتاجاك جنبي، وتبتدوا لايف ستايل لذيذ انتوا الاثنين مع بعض، ان انتوا عايزين حياه صحيه اكتر وهو كمان يتمرن لو ما بيتمرنش. حاولوا ان انتوا الاثنين تاخدوا نفسكم في دايره حياه جديده، مش ان في حد وحش وبنعالجه، لا ده احنا الاثنين بنحاول نحسن من حياته. في نفس الوقت هو كمان هيخرج من دايره الملل والانتظار، كل حاجه هتبقى ماشيه بخطوه خطوه قدام عينيه، وهيحس كمان ان هو مسؤول، يعني اي حاجه هتحصل هيبقى تقصير منه. لو عملتوا كده